السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. الأهلي طبعا نزل بيانين وكلنا شفناهم. أول بيان بيقولوا فيه سيد عبد الحفيظ وياسين منصور هم المسؤولين عن الكورة، وإعفاء الكابتن محمود الخطيب. تاني بيان بيقول لك فيه إعفاء السكاونتنج والتخطيط والحاجات اللي ملهاش لازمة اللي ما نعرفهاش، اللي ما بتخططش يقول ما بتعملش حاجة ديت ولا أي ريحة من ريحة التخطيط. البيان ده بس إيه يفهمنا حاجة، وهي الحاجة إن هم باعوا الدوري خلاص، الدوري اتباع. يعني فقدنا الأمل في الدوري، يعني مكملين بالصلب ده. الحاجة الوحيدة اللي مستناها كرة صلب. بس هل المشكله في الصلب بس؟ لا، المشكله مش في الصلب بس، مشكله في اللعيبه. طول عمرنا دايما بيقولوا ان الاهلي باي لعيبه باي فريق باي حاجه بياخد الدوري، باي مدرب بياخد الدوري. لكن اشمعنى في الزمن ده الاهلي ما بياخدش بطولات او بياخد بطولات باي مدرب؟ اشمعنى دلوقتي الاهلي ما بياخدش بطولات؟ الاهلي في الاول الاداره، حط نفسك مكان الاداره كده، ده قدامها صفقات. زيزو لاعب فري وجناح ودولي وكان بيترشح لاحسن لاعب في افريقيا، هتجيبه ولا مش هتجيبه؟ لا، قدامك فريق بيترشح لاحسن لاعب في افريقيا ودولي وفي كل المواصفات اللي انت عايزها ومصري ومش هياخد مكان اجنبي، هتجيب زيزو ولا مش هتجيبه؟ هتجيبه طبعا. سيبك من حكايه الكيد وجميل الغريم وكده، لا بس انت بمواصفات اللاعب اللي قدامك ده فانت هتجيب زيزو. فانت اخترت انك تجيب زيزو وجبته وتعاقدت مع زيزو. امام عاشور برضه لاعب كويس في نص الملعب، ما عندكش زيه، من احسن لاعب في نص الملعب في مصر، جبته. وقبل ما انت تجيب زيزو امام عاشور كان موجود في الفريق لوحده، كان الفريق ماشي كويس، كنا بناخد بطولات. اشمعنى بقى لما جبت زيزو وتريزيجيه؟ تريزيجيه برضه لاعب عندك، كان ابن النادي، خرج في رحله احتراف، كان شايل المنتخب مع محمد صلاح، كان متالق وكان حلو، فانت جبت تريزيجيه. فجوه العقود هي اللي عملت المشكله، وهي دي المشكله اللي كل الناس بتقول ان دي المشكله. فجوه العقود دي. انت زي ما عندك تعديل عقود بترفع عقود اللعيبه، ما تنزل عقود اللعيبه دي، يا اما تبيعها. بس الحل بسيط خالص. ولا بقى لجنه سكاونتنج ولا محمود الخطيب يسيب المكان ويمسك مكانه سيد وياسين، كباتن كبار طبعا يعني. ولا ده ولا ده، انت انزل بعقود اللعيبه ده او بيعها. اعمل روح في اوضه اللبس، روح حلو. هات مدير كوره محترم في ارض الملعب يطلع نيله حمراء اللعبه دي. حاجه كده زي الكابتن سيد عبد الحفيظ لما كان مدير كوره. مدرب كده حاجه زي ريني فايلر، ما بقولكش هات ريني فايلر، بقول لك شخصيه ريني فايلر. حاجه كده يعني. محتاجين شخصيه تحكم الفريق. السيبان اللي في الفريق عندك، كاموش كان طالع في تصريحات كل الناس شافتها بيقول لك احنا في التدريب ما بيتاخدش بجديه. المدرب بيعاني من فكره اللعيبه ما بتضغطش. يعني انت ما عندكش سيطره اصلا، المدرب ما فيش سيطره ما بينه وما بين اللعيبه. يعني المدرب ده علاقته وعلاقه اللعيبه علاقه شغل بس، لا احنا محتاجين حد نفسي. حد يعمل اللعيبه بنفسيه حلو. طب محتاجين معد نفسي، محتاجين معد نفسي. محتاجين يعني اللعيبه ديت لازم تفوق. لازم تعرف ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي، مش ان هم حققوا حلمهم خلاص وجم النادي الاهلي وفلوس وشهره وكل حاجه، لا. لازم يعرفوا ان هم بيلعبوا عشان شعار النادي الاهلي. لازم يعملوا فلوسهم. انت جايب لعيبه بملايين، اصرف يا عم وهتلاقي معد نفسي يا عم. تديهم ملايين هتلاقيهم معد نفسي. اعمل نفسيه حلوه، ساوي عقود اللعيبه. انزل بعقد زيزو وتريزيجيه شويه واطلع بعقد اللعيبه الثانيه شويه. انا على فكره انا مش ضد فكره انك تزود عقود اللعيبه ده عشان تجيب لعيبه حلوه من بره، عشان اللعيبه تجيلك، لعيبه ترضى تجيلك بالمرتبات العاليه دي. بس انت مش كده يعني. اعمل فئات، فئه للاجانب، فئه للعيبه الدوليه، فئه للعيبه العاديه. والفروقات ما تبقاش كبيره. دي المشكله الرئيسيه. ولا بقى سكاونتنج بقى ولا الكلام ده. حاجه كده. الصفقه الوحيده على فكره اللي بعتبرها كيديه في صفقات الزمالك على فكره، زيزو لاعب مفيد. لاعب مفيد، لو الاجواء حلوه والنفسيه حلوه فانت عندك زيزو لاعب مفيد. ومش الراتب ده كله، لا زيزو لاعب مفيد. امام عاشور لاعب مفيد، مع انه كده كده ماشي يعني، وباللي عمله كده كده ماشي وما ينفعش يتنيه، بس هو لاعب مفيد. يعني كصفقه انت بتجيبها، لا انت بتجيب صفقه لاعب مفيد. الصفقه الوحيده اللي انا معترض عليها واللي هي كيديه مليون في الميه، اشرف بن شرقي. ليه اشرف بن شرقي؟ انت جبته ايام كولر صح؟ كولر ما كانش راضي. كولر رفض اشرف بن شرقي. كان عايز واحد، ما اعرفش الناس اللي ما بتتكلمش عليه دلوقتي على القصه دي بالذات. كان عايز واحد اسمه كوتيس، هداف الدوري السويسري، جناح 24 سنه، سريع ومهاري، وشفنا له ملخصات وماتشات وحاجات. فكان عايز لاعب صغير، لاعب صغير في السن، سريع مهاري هداف، كل اللي انت عايز تقوله قوله. مش لاعب مش 24 سنه، لا 32 سنه 33 سنه، مشطب خلاص، شطب كوره جاي يعتزل عندك خلاص. فهي دي الصفقه الوحيده الغير مفيده فنيا. يعني انت شفت قدامك اشرف بن شرقي، لا مش اجنبي، ما ياخدش مكان اجنبي، مش مفيد فنيا كاجنبي. محمد علي بن رمضان انت جايبه والناس كلها كانت عايزاه، ومش صفقه كيديه. يعني محمد علي بن رمضان ده صفقه حلوه، صفقه ممتازه، شفناه في الترجي واحترف في اوروبا، وجاي عندك يعني ولسه صغير في السن، فالمفروض يأدي. هو اللي ما اداش.
دي اجواء سلبيه في الفريق. ده عايزه معد نفسي ومدير كره محترم، عايزه مدرب محترم، عايزه نفسيه اللعيبه تروق. اللاعب يلعب كوره بقى عشان الاهلي. يعني انت عندك اليو ديانج برضه، الناس كلها لو تفتكر لما طلع اعاره وكولر مشى ديانج مش عارف ليه ونرجع ديانج ما بيعرفش يباص. هديك شايف اهو لما لعب ما بيعرفش يباص. يعني مش فاهم، يعني كان عليه ضجه ان هو يرجع اصلا، وطلع ما بصر ما لعبش من ساعه لما جه. يعني من ساعه لما جه ما لعبش غير، ما اعرفش ايه حكايه كاس العالم دي، ما لعبش غير ماتش بورتو لما نزل في الدقيقه 24 ولا نزل ما بين 20 و30 كده. لعب الماتش ده، ماتش بورتو بس اللي لعب. غير كده الدنجا ما بيعرفش باص كوره. انت الاجانب عندك مشكله كبيره. الاجانب دي لازم تنتقي الاجانب، حتى يا عم لو مش هتجيب خمسه هات اربعه حلوين، هات ثلاثه حلوين، بس انتقي الاجانب، هات اجانب محترمه تشيل لك الفريق. اعمل جو حلو بين اللعيبه المصريه. احنا عارفين طباعنا وكل واحد بيبص للتاني. انت لو في شغل انت وزميلك، انت هتبص زميلك بياخد كام وانت بتاخد كام، مع انكم بتعملوا نفس الحاجه. يعني مثلا هل زيزو لما جه هل فرق حاجه عن طاهر محمد طاهر؟ يعني ما فرقش. هل فرق عن حسين الشحات؟ لا. مش الواو اللي ياخد 100 مليون اعلى راتب في الفريق. زيزو مش اللاعب الواو اللي يعمل لك ده كله عشان يستاهل الفلوس دي كلها، لا. دي اهم نقطه لازم تحصل في الفريق. الدوري الاداره بايعاه واحنا بايعين ومحدش مستني حاجه من الفريق ده، لكن ان شاء الله برضه الدوري لله. لازم الست ماتشات الجايين دول، يعني ست ماتشات العمر. سروب مش راضي يمشي، هو جاي ياكل عيش، جاي ياخد الفلوس ويمشي، فهو مش هيرضى يمشي. وهو مش طموح ومش هيجيب لك الدوري. اشك كمان، يعني اشك ان هو عايز يخسرك الدوري. انت عندك مدرب مش هيجيب، ما عندوش حميه للدوري. اللعيبه ما عندهاش حميه للدوري. فاحنا بايعين الدوري السنه دي، بس اهم حاجه الاصلاح بقى الموسم الجاي. مستنيين الموسم الجاي مهاجم تقيل. مستنيين الموسم الجاي اجانب تقال. فرقه تقيله، فرقه تلعب بروح، مدرب جامد. مدرب جامد يعني، شخصيه وتكتيكيات وهجومي، مدرب هجومي دي اهم حاجه في المدرب. انت جاي تمسك النادي الاهلي، احسن سكواد في افريقيا. بالاسامي وعلى الورق السكواد اللي معاك احسن سكواد في افريقيا. بالاسامي وبالورق السكواد اللي معاك ده احسن من السكواد اللي كان مع كولر اللي خد بطولات. على الورق لا، امام عاشور احسن من قفشه. على الورق انت عندك تريزيجيه احسن من، كان بيلعب احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر في الناحيه دي وحسين الشحات. لا، تريزيجيه احسن. زيزو احسن. يعني زيزو احسن من طاهر محمد طاهر يعني على الورق. طاهر محمد طاهر كان الجناح بتاعك احسن من بيرسي تاو. مع ان بيرسي تاو كان حلو شويه، لا بس اللي انت جبتهم احسن. فانت على الورق انت جايب لعيبه احسن. في حاجه غلط بقى لازم تشوفها جوه الفريق، وفي حاجات احنا ما نعرفهاش. في حاجات مستخبيه جوه الفريق، جوه اوضه اللبس. مدير الكوره هو اللي يعرفها، المدرب اللي يعرفها. لا، محتاجين سيطره، ومحتاجين سيطره على الفريق اللي جه، لانك شكلت سكواد من اقوى اسماء في افريقيا. انت جايب اقوى اسماء في افريقيا، ياكل اي فريق في افريقيا. تهاجم اي فريق في افريقيا هتكسبه، هتحط عليه. بس ده كل اللي في الموضوع. فانت الدوري الست ماتشات دول لازم يجوا باي طريقه، باسامي اللعيبه هيجي، بروح اللعيبه هيجي، اللعيبه تعمل شخصيتها هيجي. الشخصيه اللي ما شفناهاش في ماتش الترجي لا عايزين نشوفها في ماتشات الدوري بقى. عايزين الاهلي يرجع، وبدايه الاصلاح بطوله الدوري دي بالنسبه لي لازم ناخد بطوله الدوري. بطوله الدوري في ده اي حاجه، لازم نمشي المدرب وتدفعوا لهم انتم من جيبكم، اللي جابه يحاسب عليه. لا احنا من هنجبر عليه؟ اللي جابه يحاسب عليه. اللي جابه وكتب له الشرط ده هو اللي يدفعه له. يا سلام، يعني اللي جابه يسرب وكتب الشرط ده هو اللي يدفع له الفلوس بس. ده كل اللي في الموضوع، مش يتشال علينا ونشيله الست ماتشات بتوع الدوري. لا كده انت بعت الدوري. فانت كاداره بايع الدوري. كجماهير مش مستنيين حاجه من الدوري، بس بنتمنى ان احنا ناخد الدوري. كل التوفيق، ناخد الدوري ان شاء الله، الست ماتشات نكسبهم، ناخد الدوري. الدوري في رجلينا. نقدر ناخد الدوري بروح اللعيبه، بشخصيه اللعيبه، يفرضوا يبينوا حاجه، يبينوا رجوله، يبينوا حاجه اللي هم لعيبه في النادي الاهلي. سيبوكم من المدرب خالص والعبوا كوره عشان النادي الاهلي، العبوا عشان الجماهير. الجماهير ترجع في الملعب. بس كده، ده كل اللي انت محتاجه. طريق الاصلاح بقى، هات ناس خبرات بقى، هات ناس خبرات في الاداره، ناس خبرات في الكشافين يجيبوا لعيبه حلوه. هات ناس حلوه كده، تجيب لعيبه، ناس تنقي لعيبه حلوه. يا عم ان شاء الله شركه اجنبيه بس تجيب لعيبه، يعني اي حد، بس عايزين الصفقات حلوه. عايزين اجانب حلو، اي حد يا عم بس يجيب صفقات حلوه. اي حد يفرض سيطره على فريق الكوره. اوضه اللبس. افصلوا فريق الكوره عن الاستثمارات والحاجات بتاعتكم والفروع دي، وخصصوا لهم ميزانيه ضخمه. خصصوا لهم ميزانيه ضخمه، ميزانيه ضخمه تنافس بيها. وليه ما تنافسش على كاس العالم؟ ليه مثلا كذا زي انتر كونتيننتال ده لازم تدخل بطوله دوري ابطال افريقيا وتاخدها وتلعب انتر كونتيننتال ليه؟ جوازها كبير، تلعبها وليه ما تنافسش عليها؟ ليه ما تدخلش كاس العالم الجاي تنافس عليه، توصل ربع نهائي نص النهائي؟ ليه يعني؟ ليه بجد؟ احنا اقل منهم في حاجه؟ احنا معانا فلوس، معانا كل حاجه يعني في كل حاجه الاداره تقدر توفرها للفريق.
فانتوا افصلوا فريق الكوره ده عن الاستثمارات والحاجات دي، مش اللي يطلع من فريق الكوره تحطوه في فرع مش عارف ايه، لا افصلوا فريق الكوره، وفريق الكوره محترم عوائده بتيجي عوائد كبيره، اعلانات ضخمه، كل الحاجات اللي بنشوفها، مداخيل كتيره نقدر نقوم بيها فريق قوي. بس فكل التوفيق للاهلي في الدوري، ان شاء الله نكسب الدوري. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، السلام عليكم.